بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم في أستراليا في حفلة تكريم العالم إدجار سولومان، وبيقوم إدجار يلقي خطاب قدام الحضور، بس بدل ما يقول كلام علمي ومهم بيبدأ يتكلم عن الأرانب، والحضور في الأول بيضحكوا وافتكروه بيهزر، بس بعدين بيستغربوا من إدجار لما بدأ يشتمهم، والحضور مش بيكونوا مرتاحين ومتضايقين، والست اللي كانت بتقدمه كانت عايزة توقفه وتاخد منه المايك، بس إدجار مش بيرضى يتحرك وبيمسكها بالعافية وبياخد صباعها وبيقطعه بالسكينة، والحضور لما شافوا المنظر ده بيهربوا على طول، بينما إدجار بياخد صباع الست في منديل، وحارس الأمن بيطلب من إدجار يرفع إيده ويستسلم، ولكن إدجار ما سمعش الكلام وكان بيطلع موبايله من جيبه، فحارس الأمن بيضربه بالنار وبيقتله علشان يفتكره بيطلع مسدس، وإدجار في آخر لحظاته كان بيحاول يوصل للتليفون بتاعه بس مش بيقدر، وبيموت إدجار ومحدش كان فاهم هو ليه اتصرف التصرفات دي، وبتكون في كاميرا بتصوره، وبعدها بنتعرف على واحد اسمه إليوت ومراته مونيكا كانوا مستنيين طفل جاي في السكة، وإليوت وقتها كان رايح الشغل وبيتشيك وبيلبس قش البدلة عنده علشان مديره في الشغل كلمه وكان عاوزه في اجتماع، وإليوت كان مفكر إنه هيترقى في الشغل، بس إليوت بيتفاجئ لما بيروح الشغل والمدير بيقول له أنت مرفوض، وبيقول له أنت شخص شريف جدا وشغلانتك كموظف مبيعات إنك ما تكونش شريف وتحاول تستغل الناس وتضحك عليهم وتبيع لهم أي حاجة، وإليوت بيتضايق جدا وبيطلب من المدير يرجع في رأيه، وبيقول له أنا عندي أخ معاق ولازم أصرف عليه، ده غير إني متجوز ومراتي حامل، ولكن المدير بيرفض يرجع في قراره، وبعدها إليوت بيروح وهو متضايق جدا وبيقابل أخوه مايكل المعاق، وإليوت كان بيدفع $1200 في الشهر مقابل رعايته لمايكل، وبعد ما إليوت اترفض ففي احتمالية إن مايكل يخش مصحة عقلية، بس إليوت بيوعد أخوه إن ده مش هيحصل، وبعدها بيروح إليوت لأبوه بيل وبيطلب منه المساعدة، بس بيطلع إن أبوه أساسا صرف كل فلوس التقاعد بتاعته ومبقاش معاه فلوس، وممكن يضطر كمان يجي يعيش مع إليوت، وأبوه بيشتمه علشان فقد وظيفته، وبالليل إليوت كان في العربية وكان بيفكر في المشاكل اللي عنده، وكان في تبانة في الجو بتزعجه، وبعدها بتجيله مكالمة من شخص غريب وبيقول لإليوت أنت تم اختيارك علشان تخش ألعاب فريدة من نوعها، والألعاب دي ممكن تكسبك فلوس كتير، وفي الأول إليوت بيفتكره واحد نصاب وكان هيقفل السكة في وشه، بس بيرجع في كلامه لما الشخص اللي بيكلمه بدأ يقول له على أسامي عيلته بالكامل، وقال له كمان على تواريخ ميلادهم، ومش بس كده ده كان عارف كل حاجة عن إليوت من ساعة ما كان عيل صغير، ومن ضمنهم حادثة العربية اللي ماتت فيها أم إليوت، وأخيرا قال له عن التبانة اللي كانت مضايقاه من شوية، وإليوت بعد ما سمع كل الكلام ده بيتصدم وبقى عاجز عن الكلام، والراضي بيقول له لو قتلت التبانة اللي قدامك دي حالا هيتبعت لك $1000 في حسابك البنكي، وإليوت من غير ما يفكر ياما ضرب التبانة وقتلها، وبعدها بثواني جاله إشعار على التليفون إن في $1000 دخلوا حسابه، وبيخرج إليوت من العربية علشان يتأكد إن محدش بيتجسس عليه وبيراقبه، وبيدرك إنه لوحده ومحدش بيراقبه، بس هو برضه مش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط، والراجل بيقول له التحدي التاني بقى إنك تبلع التبانة مقابل $3622 بالظبط، بس إليوت ركب العربية ورجع البيت بسرعة وقعد على الكمبيوتر واتأكد إن حسابه فيه لسه $1000، ولأن إليوت محتاج الفلوس جدا بياكل التبانة الميتة، وبيديله مكالمة من نفس الشخص وبيهنيه على إكمال التحدي التاني، والفلوس اللي قاله عليها بتتحول لحسابه فعلا، وإليوت طبعا ما كانش فاهم إزاي الراجل عرف أساسا إنه بلع التبانة، وبيسأل الراجل هو أنا متراقب؟ فالراجل بيقول له أنت ممكن تستعيد الخصوصية بتاعتك ومحدش هيراقبك تاني، ولكن ساعتها هيتم استبعادك من اللعبة، فإليوت بيوافق يكمل اللعبة، والراجل بدأ يشرح له قواعد اللعبة بالكامل، وبيقول له أنت لازم تكمل 13 تحدي وكل تحدي هيديك فلوس كتيرة، والجائزة اللي هتاخدها في الآخر بعد ما تكمل ال 13 تحدي هتكون 6,200,000 دولار، بس لو فشلت في أي تحدي هتبقى خسرت ومش هينفع تكمل باقي التحديات، وهتخسر كل الفلوس حتى الفلوس اللي كسبتها، ولو قلت لأي حد عن اللعبة فهيتم استبعادك من الألعاب، ومونيكا مراته كانت جاية تشوفه بيكلم مين فهو بيضطر يخش الحمام، والراجل بيقول له أنت كده فاضلك 11 تحدي علشان تنهي كل التحديات، ولو عاوز تخش فعلا في التحديات فلازم تقول كلمة السر اللي هي أنا هرقص مع الضفدع الذهبي واضغط واحد بعدها، وإليوت بيقول كلمة السر وبيضغط واحد، وبكده يبقى دخل رسميا للعبة، وتاني يوم إليوت كان قاعد مع مونيكا وعيلتها وكان قاعد مستني بفارغ الصبر مكالمة علشان تعرفه بالتحدي الجديد، وبعد كام دقيقة بتجيله مكالمة وبيتقال له على التحدي التالت اللي قيمته $5000 ومطلوب منه يخلي أي طفلة تعيط بأي شكل، وإليوت بيروح يقول لمونيكا أنا رايح الحمام وجاي، وبيقعد يدور على أي بنت ينفذ فيها التحدي، وبيشوف بنت بتجري
بتجري ناحيته بسرعة، فإليوت بيقول بس هي دي البنت المناسبة، وبيروح يقول لها أبوكي وأمك مش بيحبوكي وهيسيبوكي وهيرموكي في دار أيتام، وزمانهم بيتكلموا في الموضوع ده دلوقتي. فعلى طول بعدها البنت بتبدأ تعيط وبتجري ناحية أبوها وأمها، بينما إليوت بيحصل على الجايزة المالية، وبعدها بيركب عربيته وهو ومراته كانوا ماشيين، وأم البنت الصغيرة حدفت عليه الزبالة علشان اللي قالوا لبنتها، ومونيكا بتشتمها وطبعا هي مش عارفة حاجة. وبعدها بيروحوا ياخدوا أبو إليوت من المكتبة، ووقتها بتجيله مكالمة فيها التحدي الرابع، وبيتقال له يسرق المجسم اللي قدامه اللي عملوه أطفال الملجأ المكفوفين ويحرقه، وإليوت بيتأكد إن محدش شايفه وبيسرق المجسم وبيطلع من المكان، وفعلا بيحرق المجسم، بس النار بتمسك في الستاير وبيحصل حريقة كبيرة، وبيحاول يطفي النار بس بيفشل، فبيروح يشغل جرس إنذار الحريق وبيهرب مع أبوه ومراته، وبيخش لحسابه 10,000 دولار علشان التحدي الأخير. وبعدها بيديله مكالمة بالتحدي اللي بعديه، وإنه يمشي ورا الشحات ده وياخد لبسه والعربية اللي معاه، وبيقول إليوت لمراته إنه رايح مشوار وجاي، ومونيكا بدأت تستغرب من تصرفاته، وبيروح إليوت فعلا ينفذ التحدي وبيمشي ورا الشحات. وبنروح لعيلة البنت الصغيرة اللي بيروحوا لاسم الشرطة وبيبلغوا عن إليوت علشان ضايق بنتهم، وبيوصل بعدها الشحات لاسم الشرطة وبيقولوا للمحقق شيلكوت إن الشحات دي الاسم علشان يبلغ عن شخص سرق لبسه، والشحات وصف لهم شكل إليوت ورسمه. والبنت الصغيرة لما شافت صورة إليوت متعلقة قالت هو ده الراجل اللي كلمني. والمحقق شيلكوت جاله كمان بلاغ بالحريق اللي حصل في المكتبة، وبيشك إن الشخص اللي حرق المكتبة هو اللي ضايق البنت وهو اللي سرق لبس الشحات، وبيحس إن في حاجة غريبة ورا الشخص ده. وإليوت دلوقتي كان بينفذ التحدي السادس، واتطلب منه ياخد راجل من بيت معين ويشربوا قهوة، وإليوت كان مفكره تحدي سهل، بس بيكتشف إن الشخص المطلوب هو أساسا ميت، وإليوت بيبدأ يفكر هيعمل إيه، وبيرش معطر حوالين الجثة علشان يخفي ريحتها، وبعدها بيغير له لبسه وبياخده على عربية الزبالة بتاعت الشحات وبياخده لأقرب مطعم. والويتر بتيجي تشوفهم يطلبوا إيه، وما خدتش بالها إن الراجل اللي مع إليوت ميت أساسا، علشان إليوت كان مخبي وشه بالطاقية. والشخص المجهول اللي بيكلم إليوت في التليفون قال له إنه لازم ينفذ التحدي قبل الساعة 4، فإليوت اتخانق من الست اللي بتاخد منه الطلبات علشان بطيئة جدا. وبعدها في شوية ظباط بيخشوا المكان علشان يقعدوا ياكلوا، ولما القهوة اللي طلبها إليوت اتأخرت راح سرق القهوة من ترابيزة الظباط علشان يكمل التحدي قبل ما الساعة تيجي 4، وفعلا بينفذ التحدي بس بيقع في مشكلة مع الظباط. بس إليوت بياخد باله إن الظباط كانوا بيسكروا في وقت شغلهم، فبيقول لهم إن ده ممكن يعمل لهم مشكلة وبيسيبهم وبيمشي من المكان بسرعة. وبعدها الشخص المجهول بيكلمه وبيعجب جدا بمهارة إليوت، وبيقول له علشان أنت أديت حلو في التحدي الأخير وهربت من الشرطة فإحنا شلنا من عليك التحدي السابع. وبعدها بيكلموا عن التحدي الثامن، والشخص المجهول بيخليه يركب العربية دي علشان هتوديه للتحدي الثامن. وبنروح للمطعم والشرطة بتلاقي الجثة، وكمان بتلاقي بطاقة إليوت. والمحقق شيلكوت بيلاقي الويتر بتتكلم مع شخص غريب بره، فبيخرج وبيسأل الويتر وبيقول لها انت كنت بتكلمي مين؟ فالويتر قالت له ده كان صحفي وبيسألني عن الراجل اللي حرق المكتبة لأنه شاكك إن هو الشخص اللي كان عندي في المطعم، واداني رقمه علشان أكلمه لو في أي جديد حصل في قضية الراجل اللي حرق المكتبة. فالمحقق بياخد منها رقم الصحفي وبيبقى عارف اسم إليوت بسبب البطاقة اللي وقعت منه. وإليوت وهو في الأتوبيس الراجل بيقول له الشرطة عرفوا هويتك خلاص علشان انت نسيت بطاقتك هناك، ودلوقتي انت بقيت مطلوب للعدالة، بس لو قدرت تنهي باقي التحديات بنجاح هنشيل من عليك كل الجرائم اللي عملتها. وبعدها المحقق مشي ورا الصحفي وقدر يوصل له، والمحقق بيكتشف ان الصحفي بيحقق في اللعبة اللي بيلعبها إليوت، والصحفي اكتشف امتى اللعبة دي بدأت وايه اللي بيحصل للناس اللي بيلعبوها، بس مفيش لسه اي معلومات عن الشخص اللي بيتكلم في التليفون وبيعرف الناس بالألعاب. بينما إليوت بيروح لفندق بأوامر من اللعبة، وبيروح لأوضة معينة وبيقابل واحد اسمه جون كان معاه في المدرسة، وإليوت بيفتكر جون لأن جون وأخوه توم كانوا بيمسكوا إليوت وهو صغير وبيضربوه وبيتنمروا عليه. فالشخص المجهول بيقول لإليوت إن دي الوقت للانتقام من اللي كان جون بيعمله فيك، وكل اللي عليك عشان تكسب التحدي الثامن إنك تقطع دراع جون بالمنشار، وفي المقابل هتاخد 100,000 دولار. وبيقول له اسأل جون لو حابب إيده تتقطع ولا لأ. والغريب إن إليوت لما بيسأل جون بيوافق إن إيده تتقطع عادي، لأن جون هو كمان هياخد فلوس وهو كان محتاج فلوس جدا، وبتكون في ممرضة موجودة علشان تساعد إليوت. وفعلا إليوت بيمسك المنشار وبيقطع إيده، وبعدها إليوت بياخد جون بالعربية للمستشفى علشان يلحقوا بسرعة يوقفوا نزيف الدم، وإليوت بيسلم جون للمستشفى وبيمشي بسرعة قبل ما حد يحقق معاه. وبيقابل في طريقه توم أخو جون اللي كان بيضرب إليوت وهو صغير، فإليوت مسك كرسي وضرب بيه توم علشان يبقى انتقم لنفسه من اللي كان بيتعمل فيه، وبيلاقي إن جاله إشعار وتحول له 250,000 دولار بعد اكتمال التحدي التاسع. وبيطلع إن التحدي التاسع كان إنه يضرب توم أصلا. وبعدها بيروح لحفلة كان عاملها لمراته مونيكا، وإليوت علشان بقى معاه فلوس كتيرة فبيحجز قاعة غالية وبيبهر مراته. وبعدها بتجيله مكالمة
المهمة علشان يعرف التحدي العاشر، وبيعرف إن التحدي العاشر هو إنه يدمر القاعة وهو بيغني بصوت عالي، وبيفكر إزاي هينفذ التحدي ده، وبيتصدم لما بيلاقي رجال الشرطة وصلوا المكان، وبيفتكر إنهم جايين يقبضوا عليه، بس بيطلع إنهم جايين علشان مايكل لأنه ضايق بنت صغيرة في الجنينة. وإليوت بيخلي كل الحضور يكملوا الحفلة والسهرة في الجنينة، وبيروح هو بعد ما المكان فضي يكسر القاعة بالكامل وهو بيغني، والشرطة بتسيب مايكل وبتتلهي مع إليوت، وبيبدأوا يقربوا منه بس هو بيهرب لما بيعرف إن التحدي العاشر خلص، وبيجيله مكالمة بالتحدي ال11 وإنه يسلم نفسه للشرطة. وفعلا إليوت بيسلم نفسه للشرطة، ولما الضابط بيحقق معاه الضابط بيتهم إليوت بحاجات هو معملهاش، فبيفهم إليوت إن في ناس تانية بتلعب اللعبة وبتنفذ التحديات، والشرطة ركزت معاه هو بسبب غبائه، وبيقول إنه معملش حاجة وبيطلب محامي، وبيفهم إنه هيتسجن ولازم يتصرف. ولما الضابط بيقوم إليوت بيكسر حتة خشبة من الكرسي وبيستخدمها كسلاح وبيهدد بيها الضابط علشان يخرج من المكان، وبيطلب منه يرجع له تليفونه وإلا هيقتله، وبيخش بيه الأوضة بعد ما خد التليفون، وبيديله مكالمة من اللعبة، والراجل بيقول لإليوت أنت في واحد معاك في نفس التحديات، ولو الواحد ده خلص التحديات الأول هو اللي هياخد كل الفلوس وأنت مش هتاخد أي فلوس، وهو زيك بالظبط وصل للتحدي ال11. فإليوت بيقول إنه لازم يهرب بسرعة، وبينط من الشباك لصندوق زبالة كان تحت وبيهرب، بس موبايله بيضيع منه من غير ما ياخد باله، وما بقاش عنده وسيلة يتواصل بيها مع اللعبة، وبيلاقي واحد بيتكلم في التليفون في الشارع، فبياخد منه التليفون وبيفضل يتكلم في التليفون وبيزعق على صاحب التحديات وبيقول أنا عاوز أعرف التحدي ال12. وبيلاقي ست كبيرة ماشية في الشارع، فبيروح لها وبيقول لها أنت أكيد تبع اللعبة صح؟ وبيقعد يسألها عن التحدي الجديد، بس الست مش بتكون عارفة حاجة، بس إليوت بيفضل لازق فيها وبيروح معاها البيت، وبيفضل مستنيها تتكلم بس هي مش بتقول حاجة، وكان باين إنها مش عارفة حاجة فعلا، وبيقتنع إليوت بكده وكان سايبها وماشي. بس الست الكبيرة بتطلب منه خدمة وإنه يعلق حبل غسيل في نص الشارع، وإليوت بيساعدها وبيعلق لها الحبل، وساعتها بتجيله رسالة إنه نفذ التحدي ال12. وكده إليوت فاضله تحدي واحد بس، وبيسمع ورا صوت عيال راكبين موتوسيكلات وجايين على الطريق، وبيكتشف إليوت إن الحبل اللي علقه ممتد على الطريق بالعرض، ولو العيال اللي راكبين موتوسيكلات عدوا فهيموتوا بسبب السلك، فبيحاول إليوت إنه ينقذهم وبيشيل السلك على آخر لحظة، بس بيلاقي إن العيال كمان جالهم مكالمة وبيتقال لهم لو عاوزين تكسبوا فلوس كتيرة امشوا بسرعة على الطريق رايح جاي، وكلهم مش بيكونوا عندهم مانع وبيستعدوا. وإليوت بيشوف واحد ظهر وبيعلق حبل جديد علشان يموت العيال، وإليوت حاول يوقف العيال بتوع الموتوسيكلات بس مش بيلحق وكلهم رقبتهم بتتقطع من السلك. وإليوت لما شاف دماغهم مقطوعة بيرفض يكمل اللعبة وبيطلع يجري. وبعدها المحقق شيلكوت بيحقق مع الصحفي وبيطلع إن مرات الصحفي زمان لعبت اللعبة وماتت، فعلشان كده الصحفي بيدور على صاحب اللعبة علشان ينتقم منه. وبعدها إليوت بيوصل لشوية ناس واقفين في الشارع وبيسمع صوت نغمة اللعبة، وبيفضل يدور على صاحب الموبايل علشان يمنعه من لعب اللعبة، وبيدور عليه لحد ما بيلاقيه، بس الراجل التاني ده بيطلع يجري وبيركب عربية وبيهرب، ولكن إليوت بيلاقي عربية جنبه ومفاتيحها فيها فبيركبها وبيطارد الراجل التاني. وإليوت بتجيله مكالمة بالتحدي الأخير، والتحدي الأخير كان نفس التحدي لكل اللعيبة، وبيتقال لإليوت إنه يقتل حد من أهله لو عاوز ينهي التحدي الأخير ويكسب الجائزة الكبرى، بس إليوت بيرفض طبعا وبيرمي الموبايل من الشباك، وبيتفاجئ إن الشخص اللي هو بيطارده وقف قدام بيت أبوه، وبيفهم إن الشخص اللي بيطارده دخل عند أبوه. ولما إليوت بيخش بيلاقي أبوه قاعد عادي ومايكل أخوه طالع من الحمام، وبيكتشف إليوت إن مايكل بيلعب اللعبة وهو الشخص اللي معاه في نفس التحديات، ومايكل بيقول له إنه وصل للتحدي الأخير، ومايكل قرر إنه يقتل أبوه لأنه عمره ما كان حنين عليه ولا بيعامله كويس. وإليوت بيحاول يفكر مايكل بأي حاجة كويسة عملها أبوه معاه، بس مايكل مش بيقتنع وكان مجهز مسدسه علشان يقتل أبوه ويفوز باللعبة. وللمفاجأة أبوهم بيقول لهم إنه لعب اللعبة دي برضه زمان وفاز فيها بعد ما قتل أم إليوت ومايكل، والاتنين بعد ما سمعوا الكلام ده وقفوا عاجزين عن الكلام، وإليوت بيرفع عليه السلاح علشان يقتله لأنه يستحق الموت على اللي قاله، ولكن أبوهم بيموت نفسه وبيضيع عليه فرصة الفوز باللعبة. وإليوت كان واخد بعضه وماشي، بس بيتفاجئ إن مايكل رافع عليه المسدس وعاوز يقتله علشان يكسب اللعبة، بس إليوت في غفلة بيطلع مسدسه وبيقتله، وبيبقى قتله علشان يحمي نفسه مش علشان الفلوس. ولما إليوت بيتأسف له مايكل برضه كان مصمم يكسب والفلوس عمته، وراح طاعن أخوه بالسلاح في بطنه، بس إليوت مش بيموت، وبيبقى إليوت كده نجح في ال13 تحدي وكسب اللعبة، وبيخرج من البيت وبيمشي، وبيطلع إن المحقق شيلكوت بيراقبه، وبيطلع إن المحقق شيلكوت شغال في اللعبة وقتل الصحفي لأنه كان قرب أوي يكشف صاحب اللعبة. وبيخش المحقق البيت علشان يولع في جثة مايكل وبيل ويمسح أي أثر موجود، بس قبل ما كان هيعمل كده إليوت بيوصل والمحقق بيقول له أنت كسبت اللعبة خلاص، وكل الجرايم اللي أنت عملتها اتشالت من عليك، ولو قتلتني فهتخسر
هتخسر الفلوس علشان هتبقى اتدخلت في مسار اللعبة، بس إليوت مش بيهتم وبيقتله وبيخلص عليه. وفي آخر مشهد بنشوف إليوت بيتصل بمونيكا وبيقول لها إنه كويس ورجع لها تاني، ومونيكا بتحكي له عن مكالمة جات لها الصبح وشخص بيقول لها كل التبانة وهتاخدي فلوس، وإليوت بيتصدم، بس مونيكا قالت له إنها رفضت العرض ده وقفلت السكة لأن دي حاجة مقرفة، فإليوت بيطمن إنها رفضت وما دخلتش اللعبة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.